وبتبدأ أحداث فيلمنا مع المقدم كلاي وأربعة تحت قيادته، وبيكون مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية اللي بينفذوا مهام صعبة جدا بيكلفهم بيهم قائدهم، ولازم نكون عارفين إن القائد بتاعهم عمرهم ما شافوه، والتواصل دايما بينهم بيكون عبارة عن الأجهزة اللاسلكية. والقائد ده بيكون اسمه ماكس، والفريق بتاع المقدم كلاي بيكون شهرته فريق الخسرانين، وبيتكون من جينيس واللي بيكون مسؤول عن العلامات التقنيه وشغل الكمبيوتر، وكروجر واللي بيكون قناص الفريق، وبوتش بيكون مسؤول عن السواقه والمراقبه اثناء تنفيذ العمليات، واخيرا روك اللي بيكون مساعد مباشر بتاع كلاي لانه واحد من افضل الضباط في القوات الخاصه. وبتكون المهمه بتاعت فريق الخسرانين المره دي في بوليفيا، والمهمه انهم هيروحوا يقضوا على المكان بتاع زعيم تجاره مخدرات وبيكون بوليفي واسمه فاضل. وبيوصل فريق الخسرانين المكان، وبتكون خطتهم ان هم هيقتحموا المكان وهيقتلوا الزعيم وعلى طول يرجعوا تاني بسرعه. ولكن لما بيقتحموا المكان بياخدوا بالهم ان في 25 طفل متاخدين رهاين، وساعتها كلاي بيتواصل مع ماكس وبيقولوا له ان احنا مش هنقدر ننفذ، ولكن ماكس بيقول لهم ان انتوا لو منفذتوش خلال دقايق في طياره بطيار آلي هتدمر المكان. وساعتها بيضطر كلاي ان هو يغير الخطه، وبيختار ان هو يقتحم المكان علشان يخلي زمايله ينقذوا الاطفال، وفعلا بيقدروا ان هم ياخدوا الاطفال ويركبهم اتوبيس. وبيروح كلاي عشان يقتل فاضل وبيلاقيه مستخبي في طفل وبيكون متحمى فيه، ولكن بيقدر كلاي ان هو ينقذ الطفل وبيقتل فاضل وبيخرج من المكان هو وزمايله بالاطفال كلهم، وبيركبوهم اتوبيس علشان يخرجوا من المكان، وعلى طول بيوصلوا مكان الهليكوبتر، وعلى طول بيركبوا الاطفال الهليكوبتر. ولكن قائد الطياره بيعرف كلاي ان هو وفريقه مالهمش اي مكان في الطياره، وساعتها كلاي بيضحي وبيقول للطيار روح انت بالاطفال وانا وفريقي هنتصرف. ولكن بمجرد ما الطياره تطلع في السماء بيتفاجئ كلاي وزمايله بصاروخ بيدمر الطياره وكل الموجودين فيها بيموتوا، وبينتشر الخبر في الصحافه البوليفيه وبتعمل فضيحه لامريكا وبتتهمهم بانهم اتسببوا في موت 25 طفل بريء. وساعتها امريكا بتبرأ نفسها والحكومه بتقول ان مفيش فريق في الجيش اسمه فريق الخسرانين، وان كلاي اصلا ومجموعته دول شويه متمردين ومطلوب العداله في امريكا. وبتبلغ الحكومه اسره كلاي واسره زمايله انهم ماتوا، وبنروح بعدها ب4 شهور وبنعرف ان كلاي وفرقته لسه موجودين في بوليفيا، وكل واحد منهم بنعرف ان هو بيكون شغال شغلانه غير التاني. وبنشوف يوم كلاي وهو قاعد في مكان لمصارعه الديوك مع روك، وبيلاحظ كلاي ان في بنت واقفه بتراقبه من بعيد، وبيخلص اليوم وبنشوف كلاي وهو بيقول لروك ان احنا لازم نلاقي طريقه ننتقم بيها من ماكس، نحاول اننا نقتله. وساعتها روك بيتنرفز وبيقولوا ان احنا عاوزين طريقه نقدر ان احنا نرجع بيها امريكا الاول. وبيروح كلاي علشان يسهر في بار هناك، وبيشوف نفس البنت اللي بتكون بتراقبه وبتيجي تتكلم معاه وبتعرض عليها ان هي تروح معاه الفندق. ولما بتروح بيبتدي كلاي انه يتكلم معاها، ولكن بيتفاجئ انها بدات تضربه وبترمي عليه كل حاجه موجوده، وكمان بتولع في الاوضه. وبيحاول كلاي ان هو يفهم السبب، وساعتها البنت بتبدا تتكلم معاه في انها عندها طريقه ان هي تعرف مكان ماكس علشان تقتله، وبتعرفه ان هي عايزه تنتقم منه، وبتقول له كمان ان هي عندها طريقه تخليهم يقدروا يرجعوا امريكا. وبنعرف ان البنت دي اسمها عايشه، وبيتكلم كلاي مع رجالته وبيقول لهم على البنت دي، ولكنهم مش بيكونوا واثقين فيها، وبيقولوا له ان احنا كل مره بنمشي وراك وبتضيعنا عشان واحده ست. وهنا بقى بيبداوا يفكروا بتاريخه. وتاني يوم بيتقابل كلاي ورجالته مع عايشه علشان تبدا تشرح لهم ايه اللي هيتم. وبنروح لمشهد تاني وبنشوف في ماكس موجود في دبي، وهنا بيكون بيتكلم مع عالم وبيعرض عليه ان هو عاوز يشتري منه قنبله نوويه، ولكن العالم بيقول ان هو ما يقدرش يساعده في الموضوع ده. وساعتها ماكس بيشاور لود المساعد بتاعه واللي بيرمي العالم من الدور 57. وماكس ساعتها بيقول له ليه كده يا اخي، ده انا كنت عاوزك بس تكسر له صباعه، ولكن عموما حصل خير. وبعدها بيتكلم ماكس مع العلماء التانيين واللي كانوا المساعدين بتوع العالم اللي مات، وبيقول لهم ها ايه الكلام، ولكن العلماء بيخافوا جدا وبيقولوا له ان احنا هنعمل لك كل اللي انت عايزه. وبنشوف بعد كده ماكس وهو بيجرب القنبله اللي اشتراها، وبيقدر ان هو ينسف جزيره كامله في البحر وبيخفيها من غير حتى اي اثار اشعاعيه. وبتقدر عائشه ان هي تنفذ الخطه، واول خطوه بتعملها ان هي بتقدر تهرب كلاي وفرقته وتوديهم امريكا، وفعلا بتهربهم في نعوش لمدينه نيو مكسيكو. وهناك بينزلوا وبيمثلوا ان هم اتعرضوا لحادث، وبيبعتوا اشاره لطياره عسكريه علشان تنزل بيهم، وبيقدروا ان هم يسرقوا الطياره وبياخدوها لمخزن تابع ليهم، وهناك بقى بيدهنوها وبيغيروا شكلها علشان محدش يعرفها. وبيبداوا بعدها ان هم يخططوا ازاي يقدروا ان هم ينتقموا من ماكس، وبيبداوا يراقبوه وبيعرفوا وقتها ان هو بيتنقل في كل حركاته بعربات مصفحه ومتامنه بحراسات كتير. وبنشوف كلاي وروك وهم بيراقبوه وبيضرب كروجر نار على العربيه واللي بتكون في موكب ماكس، وبيطلب بعدها كلاي يضرب قنبله غاز على الموكب. وساعتها بيظهر بوتش واللي بيكون سايق الطياره ومعاه عائشه، وبيقدر بوتش ان هو ينزل واير قوي من الطياره وعلى طول بيسحبوا بيها العربيه اللي ماكس موجود فيها، وبياخدوا العربيه المخزن بتاعهم، ولما بيفتحوها بيتفاجئوا ان مفيش فيها غير الحراس ولهمش اي علاقه بماكس. وبيعرفوا ان الحراس دول كانت مهمتهم ان هم يحرسوا صندوق صغير، ولما بيفتحوا الصندوق مش بيلاقوا جواه غير درايف بتاع كمبيوتر واللي بيكون من انتاج شركه ضخمه واللي بيكون اسمها جولاس، وكلهم
كلهم بيكونوا متضايقين جدا وعاوزين ان هم يقتلوا عائشه لانها كانت الاساس في كل الخطه دي، وبيبداوا كمان ان هم يلوموا كلاي لانه كان السبب في انهم يمشوا ورا عائشه. وللاسف الموضوع بيتطور وبنشوف كلاي وروك وهم بيضربوا بعض، وعائشه بتحاول ان هي تهدي فيهم وبتقول لهم ان هي ما تعرفش ماكس ولا عمرها ان هي قابلته ولا في اي حد اصلا يعرفه، وبتفهمهم ان الخطه دي كانت عباره ان هم يجمعوا اكبر معلومات عن ماكس، وبتعرفهم ان هم لو استغلوا الضرايب اللي معاهم هيقدروا ان هم يوصلوا معلومات هتوصلهم لماكس. وبنروح بعدها لبورتوريكو وبنشوف ويد وهو بيتكلم مع ماكس وبيقولوا ان الشحنه اللي احنا كنا ناقلينها اتسرقت والضرايب للاسف ما بقاش معانا. وساعتها ماكس بيتضايق جدا وبيطلب من ويد انه يجهز له 18 جندي يكونوا مسلحين في 12 ساعه. وبنشوف بعدها جينسن وهو بيدخل الفندق علشان يوصل لاي كمبيوتر يشغل عليه الدرايف، وبيدخل الاسانسير بعد ما اقنع الامن الخارجي للفندق انه عمل دليفري. وفي الاسانسير بيغير هدومه وهو بيتصل بمدير الفندق وبيبلغه ان في واحد سايب هدومه في الاسانسير، وساعتها مدير الفندق بيخرج من مكتبه. وهنا بقى بيخش جينسن وبيحاول ان هو يقنع السكرتيره انه بيكون من فريق الدعم الفني وجاي علشان يصلح حاجات في الشركه، وبيقدر يوصل الدرايف اللي معاه على جهاز من اجهزه الشركه، وعلى طول بيعمل داونلود لكل المعلومات اللي عليه. ولكن فجاه الامن بيكتشف حياته وبيقدر جينسن انه يضرب واحد من الامن، وعلى طول بعدها بيهرب من المكان علشان يوري باقي الفريق المعلومات اللي وصل لها. وبيرجع جينسن للفريق وهو معاه كل المعلومات، ولما بيبتدوا هم يتفرجوا على المعلومات اللي كانت موجوده على الدرايف بيكتشفوا ان هي كانت معلومات لكل العمليات الغير مشروعه اللي ماكس عملها واللي قيمتها تساوي 400 مليون دولار. وبيبتدوا كمان ان هم يشوفوا العناوين اللي كانت العمليات دي بتتم فيها، وبتكون عناوين كتيره جدا، ولكنهم بيلاحظوا ان في عنوان بعينه بيتكرر كتير جدا وهو بيكون بناء لوس انجلوس، فبيقرروا ان هم لازم يجيبوا ملف العمليات بتاع مدينه لوس انجلوس، وبيكون كل شغلهم ان هم يثبتوا براءتهم من قتل الاطفال في مهمه بوليفيا. ولكن بنلاحظ ان عائشه ما كانتش مهتمه خالص بقصه ان هم يثبتوا براءتهم، وما كانش في اي حاجه شغلاها غير ان هي تقتل ماكس. وبنروح بعد كده للهند وبنشوف ماكس باعت ويد علشان يقابل عالم هناك يصنع له قنبله نوويه جديده، والعالم الهندي ده بيعرف ويد ان السعر بقى بليون دولار وبيكون كاش. وبعدها بيتصل ويد بماكس وبيعرفوا بالاتفاق. وبنرجع مره تانية لكلاي والفريق بتاعه، واللي ساعتها كلاي بيكلمهم على ان الوصول لماكس هيكون صعب جدا وان اللي جاي هيكون اصعب من اي حاجه فاتت، وعلشان كده كلاي بيقول لهم ان اي حد منهم عاوز ينسحب دلوقتي يتفضل وانا هكون متفاهم حتى لو كملت المهمه لوحدي. وبيجي الليل وبنشوف عائشه وهي رايحه لكلاي على اوضته، وفي الوقت اللي باقي الفريق بيكونوا بيفلوسوا في الفلوس اللي في حسابات ماكس علشان يقدروا ان هم يحددوا مصادرها وبيحاولوا ان يوصلوا اي معلومات. وبيتفاجئوا ان من ضمن الفلوس كان في 4 مليون دولار لفاضل، وده بيكون تاجر مخدرات اللي الفرقه قتلته في بوليفيا واللي ملهوش غير وريثه واحده وبيكون اسمها عائشه. وساعتها بيستنتجوا ان عائشه دي وريثه فاضل وانها اكيد مزروعه وسطهم لسبب، وبيقوموا بسرعه يدوروا عليها وبيلاقوها في اوضه كلاي. ولكن عائشه بتاخد بالها ان هم عرفوا حاجه وبتاخد المسدس وبتهدد كلاي، وكمان بتضرب طلقه بتصيب بها جينيس وبتقدر ان هي تهرب بعد ما ضربت طلقه في لوح الازاز اللي موجود في سقف الاوضه. وبيروح بعد كده فريق الخسرانين للصيدليه علشان يخيطوا الجرح بتاع جينسن واللي اتسببت فيه الطلقه بتاعت عائشه. وهناك بيبدا كلاي يتكلم مره تانية مع الفريق بهدوء وبيقول لهم انا هطلب من كل واحد منكم انه يرجع لبيته ولحياته، وانا هكمل المهمه دي لوحدي لاني كنت قائد مهمه في بوليفيا وانا اكتر واحد يتحمل الذنب اللي حصل، واني لازم اثبت براءتنا لكل الشعب الامريكي. ولكن الفريق كله بيرفض وبياكدوا له ان هم بداوا الطريق مع بعض وهيفضلوا معاه للاخر لحد ما يثبتوا براءتهم للكل. وبيقرروا بعدها ان هم لازم ينفذوا هجوم على مبنى قاعده البيانات بتاع ماكس واللي بيكون موجود في المانيا، وبيتحركوا لهناك وبيقدروا ان هم يقتلوا الحراس. وبنشوف بعدها كروجر بياخد مكانه على سطح المبنى علشان يقدر ان هو يامن دخول جينيس للاوضه الكمبيوتر، وبتكون مهمه بوتش ان هو يراقب لهم الطريق من جوه العربيه. وكلاي وروكي بيكونوا في المستودع بتاع الحاويات، واول ما بيدخل جينيس للاوضه بتاعه الكمبيوتر بيتفاجئ بالحراس بتوع ماكس واكنهم متوقعين ان هو هيجي في الساعه دي، وساعتها بيضطر ان هو يستسلم. وبنشوف كلاي وروك وهما بيتمشوا في مستودع الحاويات وبيفتحوا الحاويات، وساعتها روك بينادي على كلاي وبيقول له تعالى احنا اتنصب لنا كمين. واول ما كلاي بيقرب بنلاحظ ان روك ضربه بالبندقيه على دماغه وعلى طول بيفقد الوعي، ولما بيفوق بيكتشف ان روك خانهم وانه انضم لويد المساعد بتاع ماكس. وبيعرف كلاي ان روك استدرجهم من المكان ده علشان يتقبض عليهم، وساعتها بيتكلم كلاي مع روك وبيقول له انت اكيد هتموت موته وحشه جدا. وبيشوف بعدها كلاي كل الفريق بتاعه وهم ممسوكين وفي طريقهم علشان رجاله ماكس يقتلوهم، ولكن فجاه بتظهر عائشه وبتضرب صاروخ على الحاويات اللي في المكان، وساعتها بتحصل فوضى كبيره جدا. وبيرجع الفريق بتاع كلاي ان هو يقاتل مره ثانيه، وبنعرف ان ماكس وويد نجحوا ان هم يسرقوا بليون دولار من المانيا علشان ان هم يدوهم للعالم الهندي، وده بيكون مقابل ان هم يديهم القنبله اللي هو صنعها. ولكن ماكس في اخر لحظه بيقرر ان هو مش هيدفع كل المبلغ ده في القنبله وانه هيحتفظ بالاثنين وهياخد القنبله وهياخد الفلوس. وبتنضم عائشه لكلاي وفريقه وبيبداوا ان هم يدوروا على ماكس وويد وروك، وبتقدر عائشه ان هي تنقذ الفريق بعد ما ظهر حراس وراهم فجاه وكانوا هيقتلوهم، ولكن عائشه بتقتلهم. وبيقدر بعدها كلاي ورجالته ان هم يوصلوا المكان بتاع ماكس، وبيبدا
كلاي ان هو يقسم المهام على فريقه وبيقول لهم ان انا مهمتي روك وانتوا خلصوا على الباقي. وبتبدا بعدها مواجهه كبيره جدا بين روك وكلاي وبيحصل بينهم تبادل اطلاق النار. وبعد ما بيحصل اكشن كتير جدا بينهم بيقدر كلاي انه يخرم عين روك، ولكن روك مش بيموت وبيقدر ان هو يحدف كلاي بره الطياره اللي كان مستخبي فيها. وبنرجع مره تانية لماكس وبنعرف انه اكبر مهندس الهندي انه يظبط له التايمر بتاع القنبله. وبعد ما العالم ده عمل كده وبدا العدد تنازلي للقنبله بنشوف ماكس وهو بيقتل المهندس الهندي. وبتكون عائشه في مطارده مع رجاله ماكس تاخد بالها ان كلاي وقع على الارض وفقد الوعي، ده بيكون بعد ما روك حدفه من الطياره. وساعتها بتنادي عليها علشان يفوق ويلحق ويد مساعد ماكس قبل ما يهرب. وبيقف بعدها كلاي بين الطياره والموتوسيكل اللي ويد راكبه، وبيدي كلاي امر لكروجر علشان يقتل ويد. وبيضرب كروجر طلقه باحترافيه وبتخبط في تانك الموتوسيكل وبينفجر. وساعتها بيطير ويد وبيدخل في مروحه الطياره واللي بتنفجر فورا، وروك طبعا بيكون موجود جواها. وكده بيكون كلاي خلص من روك وويد بطلقه واحده، ومش بيكون فاضل ليهم غير مشكله واحده ان هما يلاقوا ماكس. وبيكون ماكس بيدور في الوقت ده على مكان ان هو يهرب منه، وبيقدر فعلا ان هو يوصل لنقطه الالتقاء وبيكلم حد من المساعدين بتوعه علشان ان هو يبعت له طياره هليكوبتر. وبعد شويه بتوصل الطياره فعلا، ولكن كلاي بيكون اسرع منه وبيقدر ان هو يضرب النار على الطياره وعلى طول بيصيبها. وساعتها الطياره بتضطر ان هي تغادر المكان بسرعه قبل ما تنفجر. وبيتكلم ماكس مع كلاي وبيقول ان هو مفعل التايمر بتاع القنبله، ولو ساب ايده مع جهاز التحكم لمده 10 ثواني القنبله هتنفجر. وبيحذف بعدها ماكس جهاز التحكم بتاع القنبله في الميه. وساعتها كلاي بينط ورا المتحكم بسرعه وبيقدر ان هو يجيبه ويطلع بيه من الميه، وعلى طول بيربط هو والفريق بتاعه على المتحكم شريط لاصق علشان القنبله مش تنفجر. وبيحصل بعدها اتصال من ماكس لكلاي وبيقول له ادينا وصلنا لنقطه الصفر وانت كمان ما قدرتش ان انت تقتلني. ولكن كلاي بيقول له ان انا مش عاوزك تقلق، وانا وفريق بقينا عارفين شكلك كويس والجهاد اكتر بكتير وهنقدر ان احنا نوصل لك ونقتلك. وبنشوف ماكس وهو راكب اتوبيس وبتيجي عصابه علشان تسرق منه اللي معاه، وبيكون مستسلم ليهم ومش قادر انه يقاومهم. وفي اخر مشهد من الفيلم بنشوف بوتش وهو بيوصل المستشفى وبيدخل اوضه العمليات، وبنعرف ساعتها ان مراته هتولد، وفعلا بتولد وبتجيب ولد. وبيحتفل كلاي وكل فريقه قدام المستشفى بالمولود الجديد. وبس كده بتنتهي احداث فيلمنا، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، واستنونا في افلام كتير جايه. سلام.